الكرة ما فيهاش امان يا مان. الزمالك فعلا كسب بلوزداد في الجزائر 1-0، بس عشان نضمن الصعود ده وعلشان نحقق اللي احنا عايزينه ونوصل فاينل الكونفدرالية الافريقية محتاجين 3 حاجات. تعالى هنا هقول لك عليهم، ولو الروشتة دي الزمالك عملها بتفاصيلها المكسب بتاعنا ان شاء الله. اول حاجة لازم ننزل اول ربع ساعة ضغط عالي بطول الملعب. السكند بول هي مفتاح الفوز. نخطف الماتش بدري ونقتله بدري ونخلص عليه بدري. تاني حاجة ودي مهمة، حط تحتها خط ولا اقول لك خليهم خطين حمر. الفرقة اللي هي شباب بلوزداد اهم حاجة فيها واهم امكانياتها واهم مميزاتها الكور العرضية والكور الثابتة. يبقى نعمل ايه؟ صح زي ما انت قلت، نقفل الجنبين ونقلل العرضيات. تالت حاجة ودي مهمة، الزمالك الماتش ده لازم يلعب على التفاصيل الصغيرة اللي هي ايه؟ ان انا استغل انصاف الفرص واخطاء اللعيبة الفردية لازم نقللها على قد ما نقدر. لو عملنا ال3 حاجات دول الزمالك ان شاء الله في الفاينل. انت بقى قول لي ايه رأيك في الحاجات دي؟ هل في حاجة ناقصة مفروض نعملها؟ وتوقعاتك لنتيجة الماتش اكتب لي في الكومنتات.